أخواتي إخواني المغاربة، السلام عليكم. أتمنى تكونوا على خير وبخير. هذا الفيديو هو فيديو خاص على موضوع التعبئة وهذا الزخم اللي كاين دابا في الانترنت وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي قايمين به المغاربة لصالح الدفاع عن القضية الأولى للمغرب والمغاربة. إلا لاحظتوا بأن هذا الشيء اللي واقع دابا في الكان في لاكوت ديفوار، المغاربة اللي هبطوا تسمى، وهاد ليماج والصورة اللي كيعطيو على المغرب وعلى المغاربة وكيفاش كينقلوا دوك الأحداث تما وكيفاش كيهضروا مع الناس تما. ومنين تفاجئنا ولقينا بأن أحياء بكاملها فيها المغاربة، لي ريستورون ديال المغرب بالكسكسو بالطاجين بجميع الانواع ديال الاكلات المغربيه موجوده حتى في الكوت ديفوار. لاحظتوا بان حتى الناس اللي هما من الكوت ديفوار كيبارطاجيو هاد الفيديو وكيديروا التعاليق عليهم، ومع العلم ان كاين غير واحد البضع واحد 8 ولا 9 ديال لي ماروكان اللي من هنا نزلوا باش يشجعوا المنتخب الوطني. كل واحد نزل بالطريقه ديالو، كاين اللي مشى بالبيسيكلات، كاين اللي خد الطياره، كل واحد وشنو دار باش يوصل لتما باش يشجع المغرب. ولكن اونتر طون داروا دي فيديو اللي هما تقريبا نقول لك جالوا كاع لي ريزو سوسيو، سواء في تويتر سواء في التيك توك فيسبوك انستغرام الى غير ذلك. اذا انا كنعتبر بان هذا الشيء هذا هو مهم جدا، حيت كيدخل في ديك الدبلوماسيه الموازيه اللي كاين اللي غادي بفيها المغرب مع السوفت باور ديالو. حيت كيف ما كان الحال لافريك راه هي العمق ديال المغرب، والعلاقات التاريخيه اللي عندنا اللي عند المغاربه والوجود التاريخي ديالهم في هذه الدول هذه راه تجسد وبانت حتى لا ديفيرونس ما بين الناس اللي كيمشيو مثلا دوك الالجيريان اللي كانت مشات لتما مؤخرا ودارت دوك لي فيديو المسيئه الناس ديال الكوت ديفوار، وبينت شي مظاهر ديال الفقر بحال اللي راه البلاد ديالها هي ما فيهاش مظاهر فقر، وقالت بان حنا على البلاد ديالها خصها تكون في اوروب. وهذا وهما الان راه السلطات الايفواريه راه تاخذ في حقها تنظن اجراء باش ترحلها ترجعها لبلادها. ولكن مقابل هذا كنلقاو ان المغاربه فين ما مشاو راه ماشي غير في كوت ديفوار، اللي كاينين في مالي، اللي كاينين في النيجر، اللي كاينين في موريتانيا، كلهم كيخليو واحد الطابع اللي هو مزيان، طابع تيمثل المغربي، تيمثل لي ماروكان، تيمثل لا كولتور ديال البارطاج ديالنا، وتيمثل القيم ديال المغرب والمغاربه. هذه المساله هذه كنقدر نجزم بان المغرب في هذا على وسائل التواصل الاجتماعي انتصرنا. كتلقى ناس ماشي متخصصين بحالي انا وكتلقاهم تيديروا كل واحد كيف ما قال جلاله الملك، كل واحد من الموقع ديالو تيحاول يدلي بالدلو ديالو ويعطي الراي ديالو ويديفوندي بلا مانيير ديالو هو القضيه الوطنيه الاولى للمغرب. اضافه الى ذلك بانوا مؤخرا دكاتره مغاربه مؤرخين مغاربه اللي بارطاجوا معنا واحد لي دوكيمون. هاد لي دوكيمون من الارشيف ديال اسبانيا ومن الارشيف ديال البرتغال ومن الارشيف ديال فرنسا ومن الارشيف ديال المانيا ومن الارشيف ديال الولايات المتحده الامريكيه، اللي كيبينوا بما لا داعي بما لا اي مجال للشك، لا يدع اي مجال للشك على لا ماروكانيتي ديال الصحراء. كاع هذوك المعاهدات اللي كنا كنهضروا عليهم اللي كانوا سانين، اللي كان ساني المغرب في حقب في العهد ديال السلاطين، من القرن 15 ولا من القرن نقولوا من القرن 16 حتى البدايه ديال القرن العشرين، كلهم ما كانش غير المغرب هو اللي كان موثقهم، ولكن كانوا في مراسلات ديال القناصل والسفراء ديال الدول، وكانوا مسجلينها عندهم. والان هاد المغاربه هادو اللي كيبارطاجيو هاد المسائل هادي راه تيزديو واحد الخدمه جليه للوطن والمغرب. وانا بحكمي كنشارك في دي لايف في يوم نقاش
على هذا الموضوع ديال الصحراء مع دي زالجيريان مع الانفصاليين وغيرهم. يعني ملي كتكون الوثيقه يعني صافي اللي كتبين بان السلطان الفلاني راه كان رسل الجنود ديالو لاغاثه الاخوان في المناطق الجنوبيه ضد واحد الغزو مثلا ديال اسبانيا، يعني تيعرفوا كتثبت العلاقه ما بين السلاطين ديال المغرب، حتى في المعاهدات اللي كان دار المغرب، وحتى يعني في التعيين ديال القضاة ورجال السلطه والولاة اللي كانوا على ديك المنطقه. وهذا الشيء هذا يعني من مصادر اللي هي محايده. وهذه المساله هذه راها مهمه جدا. ملي كيجي واحد يعني كيكون الارشيف ديال اسبانيا ولا الارشيف ديال دوله اخرى اللي كتبين لك بان راه ها شنو كان وقع في التاريخ، ها شنو وقع في السلطان مثلا مولاي اسماعيل فاش صيفط مثلا الجنود ديالو للصحراء، ها الاسم ديال المعركه، ها التاريخ ديالها يعني بالسرد على من طرف الاسبان، هما اللي ساردين هذه الوقائع والضباط ديالهم والجنود ديالهم مديرين مذكرات. وهذه المسائل هذه صراحه ما كانتش قبل. يعني كنظن بان وزاره الثقافه المغربيه عندها يعني هاد لي دوكيمون هادو، ولكن الاخوان اللي ولاو يعني اليوتيوبر ماروكان اللي فيهم مختصين في الميدان ديال التاريخ، والناس اللي عايشين هنا والناس اللي عايشين برا واللي عندهم لاكسي لي بيبليوتيك ديال هاد الدول، استطاعوا انهم يخرجوا لنا هاد لي دوكيمون. وهاد لي دوكيمون كانوا محتاجهم يعني محتاجهم المغرب ومحتاجهم المغاربه في لي ديسكسيون ديالهم مع اعداء الوحده الترابيه. اذا هذا الشيء كامل دابا كيجي يعني في اطار ديال العمل والجهد الدبلوماسي اللي كيديروا المغرب. يعني الكوادر ديال وزاره الخارجيه راهم خدامين. السي عمر هيدر راكم كتشوفوا التدخلات ديالو دائما كيف ما تنقولوا حنايا هذاك العصير اللي كيعطيهم، يعني لي ديسكسيون ديالو كاملين والخطابات ديالو كاملين راكم كتشوفوا لا كاليتي ديالها كيفاش داير. موازاه مع ذلك الناس اللي في لي ريزو سوسيو لقاو واحد لا ماتيير ولقاو يعني واحد لي بروف باش يقدروا يواجهوا الاعداء ديال الوحده الترابيه. وهذه المساله هذه ولات باينه، يعني ولات باينه في صالون ديال النقاشات ونفعاتنا حنا يعني كغايورين على الوحده الترابيه للمملكه، اننا الا تسولنا شي سؤال يعني عنده علاقه بالتاريخ، حيت حنا في واحد الوقت تيطلعك مثلا شي واحد ولا كيسولك تقول لك عتبت لي هذه وانت راك انسان غير مختص. اذا والناس المختصين تيكونوا ما عندهمش علاقه. دابا هذوك الناس اللي مختصين ولا عندهم علاقه بالموضوع ولاو داروا دي شان ديالهم ولاو كيتكلموا في هذه المسائل هذه. اذا باش نرجع يعني الموضوع ديال العمق التاريخي اللي عند المغرب في الدول الافريقيه، احنا دابا ولينا كنشوفوا بان الشعب في مالي، الشعب اللي في النيجر، الشعب اللي في بوركينا فاسو، وكيبان لنا لي زانترفونسيون ديالهم في التيك توك ولي زانترفونسيون ديالهم في وسائل الاتصال، وسائل يعني التواصل الاجتماعي باينه. ولاو تيعرفوا بان المغرب المقاربه ديالو هي مقاربه سلميه. اول حاجه مقاربه اللي ما كتعتمدش على الحلول الامنيه، ومقاربه اللي هي كتمد المغرب دائما تيمد اليد ديال التنميه الاقتصاديه لهاد الدول هادو. راكم شفتوا المبادره ديال صاحب الجلاله مؤخرا فاش بغى يديزونكلافي يعني لي بيي اللي كاينين ديال الساحل من غير الدول المطله على المحيط بحال يعني موريتانيا، يعني كل من بوركينا فاسو، النيجر، مالي، هاد الدول هادو المغرب مشى عندهم وعرض عليهم وجابهم مراكش وقال لهم غادي نعطيكم واحد البلاصه في المحيط الاطلسي باش تقدروا اكسبورتيو وتامبورتيو يعني بحال اللي راها بلادكم، وغادي يعطيكم المغرب يعني الانفراستركتور ديالو الى غير ذلك. اذا مزيد من الزخم ومن التعبئه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيت هذا الشيء اللي غاديين فيه راه الناس الحمد لله راه الناس سوغ لو بون شومان، حيت هذا الشيء غادي يعاون الدوله ديالنا انها تحقق وتنتصر في المعارك اللي جايه. اذا كنشكركم بزاف. ان شاء الله غدا الا كان شي موضوع اللي هو جديد راني غادي نتكلم فيه، وشكرا.